للذاكرة المخلد للذكرى 80 لمجازر 8 ماي 1945 تحت شعار يوم الذاكرة يوم مشهود لعهد منشود. تستضيف الإذاعة الجزائرية رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح بوجيل في لقاء خاص، ويشارك في إدارة النقاش مجموعة من صحفي القنوات الأولى الثانية الثالثة وإذاعة الجزائر الدولية. اللقاء يأتيكم هذا الخميس 8 ماي 2025 بدءا من 11 صباحا بالنادي الثقافي عيسى مسعودي، ويبث عبر القنوات الوطنية والموضوعاتية، المحطات الجهوية والمنصات الرقمية. مستمعينا مشاهدين عبر تقنية لايف ستريمينج، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة ومجازر 8 ماي 45 الموسومة بشعار يوم الذاكرة يوم مشهود لعهد منشود. يسعدنا أن نستضيف اليوم التي تعد لحظات تاريخية هكذا بالنسبة للإذاعة الجزائرية، أن نستضيف رئيس مجلس الأمة المجاهد من الرعيل الأول للثورة التحريرية المظفرة وأحد الشهود على انتصاراتها ومختلف محطاتها أيضا السيد صالح بوجيل. يسعدنا أن نرحب أيضا بداية بالحضور الكريم ممن يحضرون معنا اليوم في القاعة من رؤساء الكتل البرلمانية من إطارات وأعضاء مجلس الأمة، مدير الإذاعة الجزائرية السيد عادل سلاقجي، مدراء القنوات الحاضرين معنا اليوم ومن سيشاركون معنا اليوم أيضا في هذا اللقاء الخاص مع السيد المجاهد صالح بوجيل، زملائي من مختلف القنوات الإذاعية من القناة الإذاعية الدولية بالقاسم جير، أيضا سيكون معنا وليد سلمان زميلنا من القناة الثالثة وحمزة بن سراي من القناة الثانية. دعونا بداية نستمع إلى السلام الوطني. قسما بالنازلات الماحقات إذن أننا لأمانة الشهداء حافظون ولذاكرتنا ووطننا صائنون. أهلا بكم سادتي إذن في هذا الحوار الخاص واللقاء الخاص. الحضور الكريم والذاكرة تعود بنا إلى أبشع المجازر والجرائم التي ارتكبها الاستعمار الاستيطاني الغاشم، مجازر 8 مايو 45. هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي انعطفت بنضالات الحركة الوطنية ورصيدها عبر عقود من الزمن نحو مواجهة من نوع خاص، المواجهة المسلحة التي قادها فيما بعد رجال تعرعوا في صلب النضال الوطني، فجروا الثورة التحريرية وألقوا بها إلى الشعب ليعتنقها وينخرط في مسارها البطولي العظيم. يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بأحد رموز الثورة التحريرية المظفرة ورجالاتها، رئيس مجلس الأمة المجاهد السيد صالح بوجيل، ونترك له الكلمة بداية في هذه الوقفة التاريخية وهذه الشهادة الحية قبل أن نفتح النقاش. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على هذه الاستضافة في هذا المقر التاريخي للإعلام الجزائري، ويحمل الاسم التاريخي يعني المناضل البار في الإعلام في أثناء الثورة، وكان هو صوت الجزائر. حقيقة هذا اليوم 8 ماي 45 وفي نفس الوقت يوم الذكرى، والقرار اللي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعلان هذا اليوم 8 ماي يوم الذاكرة لها كل المعنى نتاعها. هذه الذكرى من بعد 80 سنة كانت محطة من المحطات الهامة لتضحيات الشعب الجزائري. على كل، بهذه المناسبة نحيي كل الصحفيين في الإذاعة وخارج الإذاعة، والدور الصحافي في هذه المرحلة هذه تعيشها الجزائر ويعيشها العالم، لهم دور كبير، وهم كجنود كمناضلين لرفع الكلمة نتاع الجزائر والمحافظة على المكانة نتاع بلادنا. اليوم الإعلام في العالم رانا في حرب عالمية في الإعلام، وأخطر من الحرب الكلاسيكي. العالم حاليا متهور، من يعرف ما هو المستقبل، كيفاش راح يتبنى هذا العالم هذا. ونحن لازم نفكر ما هي المكانة تاع الجزائر في هذه التغيرات اللي راهي جاية في المستقبل. وعلى هذا الذكرى هذه تاع 8 ماي تخلينا نذكر ما هو تاريخنا، ما هو الحاضر تاعنا، ما هو المستقبل تاعنا. حقيقة 8 ماي 45 جاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على النازية، والجزائريين شاركوا أيضا في هذا رغم عليهم. كانوا عندنا ما يقارب 170 ألف جزائري اللي شاركوا في الحروب في هذه الحرب العالمية الثانية، من إيطاليا، فرنسا، ألمانيا. وفيه نكتة يعني نحكيها لكم. في المعركة تاع كاسينو المعروفة، الألمان حكموا جزائري وفرنساوي، لقاو عليهم القبض مسجونين. سألوا الفرنساوي قال له راك ابلي ولا انجاجي؟ قال له ابلي. قال له علاش تعمل الحرب؟ قال بور ديفوندر لا مير باتري. سأل الجزائري قال له انا راني ابلي، وعلاش تعمل الحرب؟ قال على هذا، على قالوا لا غير بور لا مير دو سو مسيو، سادير الحرب كان خاطينا، ولكني رغم هذا كنا تحت الاستعمار. لما وقعت 8 ماي 45
يعني الاستعمار هو الاستعمار. لما نتذكر هذه الأشياء هذه باش ما ننساش. في الوقت الجزائريين ما زالوا موجودين في ألمانيا وفي فرنسا، واللي حاربوا على فرنسا. في هذاك النهار اللي محتفل العالم يحتفل بالانتصار، وقعت مجزرة 8 ماي 45. وشنو هو السبب؟ الشعب الجزائري خرج باش يظهر كيما الشعوب كلها. لما خرجت المظاهرة في سطيف مثلا مع الكشافة الإسلامية اللي هز الإعلام، هما شافوا الإعلام هما تيراو عليه، ومن ثم جات المجزرة في سطيف، في خراطة، في قالمة، حتى في بعض المدن الجزائرية. حقيقة 8 ماي رغم تضحيات 45,000 شهيد، ولكن المناضلين في الحركة الوطنية واللي محافظين على التاريخ نتاع الجزائر من كل الثورات نتاعنا، من الأمير عبد القادر حتى الانتفاضات الأخرى اللي كانت سينيال تري فور للمناضلين. قال من بعد هذا المجزرة هذه تاع 8 ماي 45 الاستعمار اللي دخل واحتل الجزائر بالسلاح ما يخرج إلا بالسلاح، ولازم نعمل باش الاستعمار نخرجوه بالسلاح كما دخل هو بالسلاح. طبعا هذا القرار عنده أهمية كبيرة. ما هي الإمكانيات كيفاش ننظموا رواحنا؟ من سنة 47 يعني عامين من بعد المجزرة تكون النظام السري ما يسمى لوس في 47، وتنظم عبر كل القطر الجزائري، حتى فيه مناضلين من الشرق راحوا للغرب ومن الغرب راحوا للشرق. نتذكر شيحاني بشير الله يرحمه نائب مصفى بولعيد، في هذيك الفترة كان في عين الصفراء. لما رجع للمسؤولية لبلادنا جاء من عين الصفراء، كان في العين الصفراء في المنظمة هذه. هذا التنظيم هذا دام 3 سنوات من 47 إلى 1950. اكتشفوا هذا التنظيم هذا بحدث وقع في المنطقة تاع تبسة، حكموا مناضل عذبوه، بدا يمد في الأسماء وبداوا يلقيوا في القبض عبر كل القطر الجزائري على المناضلين اللي مشاركين في الوعس. الحادث الهام في هذا كله اللي نتذكره دائما يعني الإنسان في هذاك الوقت في الحركة الوطنية لما تندار اجتماع تاع لجنة مركزية وخذوا قرار تجميد هذا التنظيم السري. الوحيد عضو اللجنة المركزية في ذاك الوقت هو مصفى بولعيد، من جماعة تاع 22 ولا جماعة تاع 6 الوحيد اللي كان عضو اللجنة المركزية. مصفى بولعيد كان رفض التجميد التنظيم السري في المنطقة تاعو. صحيح وقعت مشاكل في ذاك الوقت. الأمين العام نتاع الحركة نتاع الام تي ال دي في هذاك الوقت اللجنة المركزية كان السيد بلزنا، حاول باش يقنعوا مصابعين ما حبش يقنع،
قال احنا عندنا تنظيم، نظمنا رواحنا، عندنا أسلحة، والحقيقة أسلحة كبيرة كانت عندنا في الأولاس من خلال الحرب العالمية الثانية، من طرابلس ومن تونس بصفة خاصة بالمنطقة نتاع طرابلس، أسلحة ألمانية وأسلحة إيطالية اللي دخلت للمنطقة. يعني التنظيم في ذاك الوقت عنده أسلحة، وعندنا رجال أيضا اللي حاكمين الجبل كما يقولوا من 48. لما مصطفى بولعيد رفض تجميد هذا التنظيم، الإخوة اللي كانوا هاربين في الجهات الأخرى ما لقاتش عليهم القبض فرنسا في ذاك الوقت، أو لقات عليهم القبض وهربوا من السجن كما زيروت يوسف من سجن عنابة، التجوا إلى أولاس. زيروت يوسف، بن طبال، بن عودة، رابح بيطات، وفيه مناضلين آخرين. يعني في هذه الفترة هذه المناضلين كلهم رجعوا له. صحيح لما وقع الانقسام بعد تجميد هذا التنظيم تاع التنظيم السري في الحركة الوطنية، صبحت مشاكل أخرى أيضا اللي طرحت في الحركة الوطنية ما بين كما يقولوا لي سنتراليست لي ميساليست، والحزب تقسم. أيضا هذا المناضلين تاع التنظيم السري ما حازوا لا لهذا ولا هذا، حاولوا كونوا تنظيم باش يصلحوا ما بين ميسالي الحاج وما بين لي سنتراليست. هذا التنظيم سموه لوكريا باش يقربوا الآراء. ما مشوا حاولوا بكل محاولات ما وصلوا حتى النتيجة. في الأخير داروا اجتماع تاع 22، قال حاولنا باش نوحد صلح الحركة الوطنية. في الأخير ما وصلناش النتيجة. ما هو العمل؟ احنا تعاهدنا من بعد 8 ماي 45 أن فرنسا ما تخرج إلا بالسلاح، بالنضال المسلح. ما هو العمل؟ تندار اجتماع 22. لما تندار اجتماع 22 اللي كان يترأسه مصطفى بولعيد، داروا توصيات، كونوا لجنة، قال فكروا ما هو العمل، ما هي الطريقة، ما هو العمل في المستقبل. طبعا اللجنة اللي كانت تكونت في هذاك الوقت من 5، كان مصطفى بولعيد، بن مهيدي، بوضياف، رابح بيطات، ديدوش مراد. بداوا يفكروا، قال احنا ماناش معروفين في الرأي العام عند الشعب، ماناش معروفين، لازم نختاروا شكون اللي يتراس ويكون معروف عند الرأي العام. قال نروحوا نحاولوا ميسالي الحاج، نروحوا نشوفوا ميسالي الحاج إذا كان هو يترأس العملية هذه تاعنا تاع الاندلاع تاع الثورة. ومشى مصطفى بولعيد لميسالي الحاج، كان في بلجيكا، وهذه معروفة وشفناها في التلفزة عدة مرات من ناحية لما استقبلوا، وبصفة خاصة من خلال الفيلم تاع مصطفى بولعيد كيفاش استقبل من طرف ميسالي الحاج. ميسالي الحاج رفض، قال انتوما انا اللي نقرر ماكش انتوما، انا اللي نقرر ندير الثوره، وانا اللي نقرر النهار اللي ندير فيه الثوره، وانتوما راكم شبان. لما خرج مصطفى بولعيد من عند ميسالي الحاج من بروكسل مشى لفرنسا، عيط الاخوان مناضلين في هذيك الوقت كانوا موجودين في المنطقه، وهذه سمعتها منهم.
قال احنا رانا كنا عولنا على ميساج، ولكن هذا الباب هذا رانا قفلناه نهائيا تاع ميساج الحاج، ونظموا رواحكم وادخلوا للجزائر. هذا في شهر جويي 54. لما روح مصطفى بولعيد واتصل مع الإخوة، قال هذا الباب هذا نقفلوه تاع ميساج الحاج. حاولوا كاش يلقاو شخصية أخرى اللي تكون معروفة، ما لقاوش. في الأخير قال خلاص حاجة واحدة فقط. في هذاك الوقت كريم ما كانش حاضر في هذه النشاطات هذه كلها، اللي هو كان تابع ميساج الحاج. مصطفى بولعيد كانت عنده اتصال مع كريم من قبل، لأن كريم كان حتى واحد من جبل، كانت حتى تبادل أسلحة ما بين لوراس وما بين المنطقة القبائل. اتصل به مصطفى بولعيد لأنه يعرف مصطفى بولعيد، وقنعوا مصطفى بولعيد باش يلتحق للثورة. كي التحق كريم بالقاسم للثورة معه عمران في ذاك الوقت، ثم اللي قرروا الاجتماع تاع الستة. لما قرروا الاجتماع تاع الستة، حاجة الأولى هو كيفاش البيان اللي راح يكون للشعب الجزائري، وحرروا البيان هو في الحقيقة نداء للشعب الجزائري. العنوان نتاعو هو النداء للشعب الجزائري. كان احنا رانا خذينا هذا القرار للشعب، وثم اللي حرروا البيان تاع أول نوفمبر. لما نقرأ البيان تاع أول نوفمبر اليوم من بعد كل هذه السنوات، ونوجد نفوسنا رانا ما زلنا في هذاك النداء هذاك. والعبقرية هذا المناضلين ما همش جامعيين، المليح فيهم الابتدائي زايد، ولكن كانت عندهم الثقافة نتاع التاريخ، الثقافة نتاع الحركة الوطنية. لما الواحد يدخل يكون مناضل يتكون سياسيا تاريخيا. أنا نتذكر لما انخرطت في سنة 48 في الحركة الوطنية، الدرس الأول اللي سمعته لما في الاجتماع بتاعنا الأول بتاع الخلية الأول، كانت عندنا صبورة في مكان مناضل من المناضلين في ذاك الوقت اللي كان يدرس في تونس، ولما يروح في العطلة يدير ندوات ويدير عنده صبورة في المقر تاعو. كتب لنا في الصبورة في ذاك الوقت أول درس: لا تسكتوا عن حقوقكم، أليس لكم منكم فم يتكلموا. هذا الدرس الأول اللي سمعته. والحق يعلى ولا يعلى عليه. هذه هي الأشياء اللي تربينا عليها في ذاك الوقت نظام. وعلى هذا الإخوان لما حروا بيان أول نوفمبر كان حقيقة تفكيرهم مش فقط قال هاوس راح تكون الجزائر، هاو الهدف نتاعنا دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية رانا فيها حاليا، رانا فيها. وعلى هذا البيان. الحاجة الثانية بعد هذا البيان قال احنا لما نعلن على الثورة بدون زعامة، ما عندنا حتى زعيم، ما هي تحت شعار أي حزب وما هي تحت شعار أي جمعية،
ونعوض هذا بالعمل الجماعي. وشعارنا سيكون من الشعب وإلى الشعب. لما نسمع في السنوات الأخيرة تفسيرات حول الثورة تابعة فلان ولا تابعة جمعية ولا، وأنا جاوبتهم في ذاك الوقت. الثورة ما عندهاش زعيم، ماهوش تحت شعار جمعية، ماهوش تحت شعار حزب من أي حزب كان، ولكن كما قلت هو أساسا هو العمل الاجتماعي، عمل جماعي. صحيح لما انطلقت الثورة حاجة أخرى اللي عندها أهمية نذكرها بهذه المناسبة هذه، كي جاو يوزعوا المهام باش يعطيو الطابع الوطني نتاع الثورة، لأن في الانتفاضات اللي وقعت كلها جهوية وما نجحتش، باش يعطيوها طابع وطني. لما وزعوا المهام في ذاك الوقت قال لي في الوسط يروح للشرق، واللي في الشرق يجي للوسط. ديدوش مراد من الوسط راح للشرق الجزائري، بيطات من الشرق الجزائري جا للوسط، بالمهيدي من الشرق الجزائري مشى للغرب الجزائري، باش يعطيو المهم تاع الوحدة الوطنية من خلال هذه المسؤولية. طبعا الحاجة الثانية اللي عندها أهمية، قال لما تنطلق الثورة ليلة الأولى الساعة الأولى لازم تكون عمليات عبر كل القطر الجزائري، باش الاستعمار والشعب الجزائري نفسه يعرف بلي هذه الثورة تاع الشعب كله من الشرق للغرب. وحقيقة ليلة أول نوفمبر كانت 32 عملية عبر القطر الجزائري، على حساب الإخوان اللي حكاو في ذاك الوقت. قال حنايا نديروا عملية ولو كان كما قال في باطا سردينة، تكون عملية، المهم تكون عملية باش يكون عبر كل. لما أول نوفمبر وقعت هذه العمليات كانت مفاجأة كبيرة. الاستعمار الفرنساوي كانت له مفاجأة، وكانت مفاجأة أيضا حتى المناضلين تاع الحركة الوطنية، ومفاجأة للشعب الجزائري. في هذاك الوقت للتاريخ وللعظامة تاع الثورة أيضا، فرنسا مباشرة لقات القبض على مناضلين الحركة الوطنية واحد بواحد من المسؤولين. قال وش راكم؟ قال احنا خاطينا خاطر ما على بالناش، ماناش حنايا. وحقيقة ما كانش على بالهم وما همش هما. قال شكون هذا؟ إذا كان ما كان شكون هذا؟ بداو في هذاك الوقت قال هذو جاو من الخارج، كانوا فلاقة، سمونا فلاقة في هذاك الوقت، جاو من الخارج. وواحد الوقت وصلوا حتى قال بالشيوعيين. ولكن كما قلت العظامة تاع الثورة الإخوان اللي ما شاركوش في البداية وما التحقوش بالثورة إلا عامين من بعد، لأن العامين الأولين الثورة زادت تعمقت أكثر فأكثر وتوسعت. العام الأول 10 شهور بصفة خاصة الأولين
بعد جات شمال قسنطينة، من بعد شمال قسنطينة جاء المؤتمر الصمام. طبعا الأمور تطورت توسعت، الجزائر خرجت للخارج، كونفيرنس دو بوندوك في 55. النافذة الأولى نتاع الثورة تاعنا في الدبلوماسية الخارجية هي بوندوك في 55. طبعا ثم اللي زادت الثورة دعمت أكثر فأكثر بالمشاركة تاع كل الإطارات تاع الحركة الوطنية، تاع الإدمان، تاع جمعية العلماء اللي التحقوا بالثورة، والثورة يعني زادت تعزت أكثر فأكثر. هذا التاريخ هذا لما نتكلم عليه بالطريقة هذه يعني باش نخلي باش المؤرخين تاعنا لما يحلوا تاريخنا ويحلوا الذاكرة تاعنا يتوجهوا لهذه الجوانب هذه اللي كيفاش جاوزنا مرحلة من بعد مرحلة. احنا في تاريخنا من خلال يعني العمل نتاعنا احنا نقول باللي كل حدث كي يقع هذا الحدث من ناحية التاريخ الإخوان اللي راهم يكتبوا قال ما هي أسباب هذا الحدث، ما هما لي ريزون قبل ما يتكلم على الحدث، يتكلم على أسباب الحدث، ومن بعد يتكلم على الحدث. ولما يتكلم عن الحدث لازم يوصل خلاصة هذا الحدث ما هو الجانب الإيجابي ما هو الجانب السلبي، لأن الجانب الإيجابي كيفاش ندعمه والجانب السلبي كيفاش نتجاوزه. وهذه هي المحطات نتاع الثورة، كل محطة عندها صعوباتها عندها مشاكلها، ولكن القوة نتاع الثورة لازم تتغلب على. نعطي مثال يعني من الناحية التاريخية اللي عنده كل معنى لا في التاريخ ولا في لما تندار الكونغري دو الصومال، أول كونغري اللي تندار في ذاك الوقت هو في الحقيقة هذا المؤتمر كان يحضر فيه مصطفى بولعيد لما خرج مباشرة هرب من السجن عام من بعد، كان يحضر في هذا المؤتمر. المؤتمر تحضر مهم، الولاية الأولى ما حضرش لأسباب، توفى مصطفى بولعيد، استشهد مصطفى بولعيد. طبعا الأمور ما كانش سهل. جماعة الخارج أيضا ما حضروش في المؤتمر، قيادة في الخارج ما حضروش في المؤتمر، وقعت مشاكل. ولكن هذا مؤتمر، أنا من الناس اللي كانوا اعترفوا بهذا المؤتمر حتى ولو كنت مختلف مع الإخوة اللي كنا عايشين مع بعضنا. أنا في ذاك الوقت لما تقرأ النتائج تاع المؤتمر كيفاش التنظيم كيفاش كذا أمور توزيع المسؤوليات المهام الفرق ما بين كذا أمور كثيرة في الحقيقة، المشاركة تاع الشعب، هذه خلات لما وقعت هذا واعترفنا بهذا. طبعا لما نقرأ ونشوف مثلا قال في المؤتمر الصمام فيه العسكري والسياسي، فرق ما بين العسكري والسياسي، وفيه أيضا الداخل والخارج. قال احنا معليش بعد وقت، قال أنا سياسي كما قالها سي محمد عموري الشهيد محمد عموري، كان كولونيل تاع الولاية الأولى، قالها العبان بحضوري، لأن سي محمد عموري كان مع الكونغري
وإحنا كنا مع الكونغري، ولكن مع الوقت لما قرينا وتعمقنا لقينا باللي فيه أشياء ماهيش طبيعية. تكلم مع عبار رمضان وقال له أنا مناضل سياسي وهزيت السلاح، مانيش عسكري. كيفاش أنا مادام هزيت السلاح ما نوليش معاش سياسي؟ وهذه فيه خلفيات يعني في الحقيقة. القراءة اللي يعملها الواحد يقول باللي الناس اللي التحقوا عامين من بعد الثورة وشاركوا يعتبروا أنفسهم هما سياسيين والآخرين عسكر. هذا المشكل اللي كان موجود، وكان انقسام كبير في ذلك. ولكني كما قلت باللي العظمة تاع الثورة تتجاوز كل الخلافات. مباشرة من بعد المؤتمر تاع الصومال نعقد المؤتمر تاع 57 في القاهرة سنة من بعد، لأن في مؤتمر الصومال قال كل سنة ينعقد المؤتمر. فالمؤتمر تاع 57 سنة من بعد 56 لما وقع هذا المؤتمر تجاوز كل نقائص وكل الخلافات اللي كانت موجودة. السينيرا في هذاك الوقت القيادة كانت فيها 34، 17 دايمين و17 إضافيين. فالمؤتمر تاع القاهرة صبحوا 54 عضو في السينيرا، ونحاول الدايم كلهم دايمين، وصبحوا كل الولايات ممثلة في القيادة تاع الثورة. يعني زادوا تقريبا 20 عضو زيادة على 34 تاع مؤتمر الصومال، 54. زايد أيضا القيادة الأولى تاع CCU كانت متكونة من 5 أعضاء، أضافوا لها 4 آخرين، صبحت القيادة هذه ب9، لأن أضافوا الإخوان في السجن، بوضياف، بن بلة، أيت أحمد وخيدر، عينوهم في السيسيو في القيادة تاع الثورة. واللهنة توحدت، تجاوزنا كل الخلافات، وهذه هي القوة تاع الثورة. نقدر نختلف، نقدر كذا مشاكل، ولكني في الأخير نلقى لا. وهذا لما وصلنا في الوقت هذه، يعني من خلال تاريخنا اليوم باش نكتب التاريخ نتاعنا على كل حال فيه تكتب وكذا، ولكن وصلنا وقت باش نصحح بعض الاشياء ونتكلم على بعض الاشياء اللي ما حبيناش نتكلموا عليها من قبل، باش ما نظهروش باللي وقعت مشاكل. كيفاش مات عبار رمضان؟ لازم نوصل باش فقط من الناحية التاريخية كيفاش مات سي محمد عموري، كيفاش مات عباس الغرور، هذو كلهم رجال عظماء. لأن احنا لما نخلي التاريخ بتاعنا والمؤرخين بتاعنا يروحوا للأشياء هذه يوضحوها ويأكدوها، موش سبب تاع ضعف ولا كذا. إن المهم الحاجة الوحيدة اللي تكون في بالنا باللي ثورة نجحت، رغم ولكن نجحت. ما كان حتى خلل أو انقسام أو خلاف اللي يعطل الثورة وعطل لابارش تاع الثورة. أكثر من هذا، والعظامة تاعنا تاع الثورة لما مشينا للخارج، صحيح في عطوة، في تأييد، في كذا، ولكن
في نفس الوقت قال احنا اللي يموت على الجزائر ويسيل الدم نتاعو الجزائر إلى الجزائر والجزائريات، لأن في ذاك الوقت كثير من الشبان العرب بكل يعني حسن النية حبوا يجيو يناضلوا معنا ويجيو يكافحوا معنا ويهزوا السلاح معنا. قال بارك الله فيكم، عاونونا دبلوماسيا، عاونونا سياسيا، عاونونا ماليا، عاونونا بالأسلحة، بصح اللي يسيل الدم نتاعو على الجزائر والجزائريات إلا الجزائريين. هذه عندها معنى كبيرة. هذا القرار اللي اتخذناه في ذاك الوقت اتخذته الثورة عندها أهمية كبيرة. زايد لما رجع الجنرال دوغول وبصفة خاصة ابتداء من سنة 1960 بدأت اتصالات حول المفاوضات وحول اللقاءات. كثير من الزعماء العرب وغير العرب حاولوا باش يتوسطوا بحسن النية أو بغير حسن النية، المهم حاولوا باش يتوسطوا ما بين الجزائر وما بين فرنسا. ونذكر منهم حبيب بورقيبة الله يرحمه، محمد الخامس، جمال عبد الناصر، ماريشال تيتو، نهرو تاع الهند. هذو كل حاولوا قال باش نتوسطوا ما بين الجزائر وما بين فرنسا. هذا الجزائر رفضته بكل دبلوماسية وبكل قوة. قال بارك الله فيكم، لكي نتفاوض فرنسا تعرفنا وحنا نعرفها. ما كان حتى نهار تحب تتفاوض معنا مباشرة، ما كان حتى وسيط. هي تعرفنا احنا نعرفها. لو قبلنا الوساطة هذه رانا كيما فلسطين. يعني لما نحلل ونعمل ونرجع للتاريخ، لو كان قبلنا هذيك الوساطة رانا كيما الشعب الفلسطيني. شوف يعني الأشياء اللي تجي من بعد التاريخ، من بعد هذه السنوات هذه كل تبين الحكمة نتاع القرار. في هذاك الوقت لما يجي جمال عبد الناصر ولا بورقيبة ومارشال تيتو ويحب يتوسط، يعني مو سهل. معليش قالت لا، قال ما كانش، قال ما كانش. فرنسا تعرفنا احنا نعرفوها، وعلى هذا كي تفاوض مع مباشرة. هذه يعني من القرارات اللي اتخذت يعني في أثناء الثورة كلها عظمة. وعلى هذا ما نخشاش باش نتكلم على مشاكلنا وما نتكلم على صعوبات اللي نعيشها. لما رجعنا للتاريخ، وهذا الفضل يعني بكل نزاهة بدون أي أشياء، يعني نقولها بكل صراحة كمجاهد في وقت، لأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رجع للتاريخ، ورجع للتاريخ بحق وجدارة. ولأول مرة يعني من الاستقلال لليوم لعمرنا رجعنا للتاريخ بهالطريقة هذه. صحيح المراحل الأولى تاع الاستقلال بالك نتكلم عليها ما كناش متولهين باش نرجع للتاريخ. عندنا أولويات أخرى، عندنا مشاغل أخرى، عندنا البناء تاع الدولة، عندنا بناء تاع الاقتصاد، تحرير الاقتصاد تاعنا ذاك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، ولكن جات الفترة هذه تاع رئيس تبون قال نرجع للتاريخ. والسبب يعني لأن لما ترشح للانتخابات ترشح كحر، ما ترشحش باسم حزب، جاء متحرر. لما نجح وانتخب عليه الشعب، الكلمة نتاعو في التنصيب مباشرة تتذكروا كلنا، قال
نفتح يدية للجميع، والجزائر تاع الجميع. والقرار الأول اللي اتاخذه باش يبين باللي رجعنا للتاريخ لما قرر الدستور الأول تاع 2022 اختار يوم نوفمبر يوم الانتخاب على الدستور الجزائري. من هذاك الوقت طبعا احنا دخلنا في هذا، واليوم هذا اللقاء تاع اليوم كانت تدار لقاءات هذه من قبل بفضل هذا القرار هذا اللي رجعنا تاريخنا للمكان تاعو باش نتكلم على تاريخنا، نتكلم على الماضي نتاعنا بكل صراحة بكل لا، وكل واحد أعطيه الحق فيه. كثير من الزعماء تاع الثورة اللي عشت معاهم أنا شخصيا ونتذكرهم دائما، ولكني واحد ما يتكلم عليها، الاسماء نتاعهم مش مذكورة خلاص. اي بورتون نعطي مثال على واحد فقط، نقولوا له سي محمد بوعزة، هو النقمة نتاعو عرعار محمد، كان يقرأ في القاهرة في الوقت اللي كان بومدين يقرأ أيضا في القاهرة. هو كان مشى قبل بومدين، من بعد حب يتكون عسكريا، راح هذاك الوقت لبغداد. وشكون بعثوا لبغداد؟ بعثوا الأمير عبد الكريم الزعيم نتاع الريف المغرب، لأن في هذاك الوقت لأن هو كي يروح جنسية فرنسوية ما قبلوش. تكون هذا قبل الثورة، تكون وتخرج ضابط، كي خرج تم المهمة تاعو، كانت وقعت الثورة وروح. كي يروح مباشرة للقاهرة مشى للأمير عبد الكريم، قال له باش يشكره، قال له راني هذاك وكذا، اهدى له مصحف صغير هكا، مصحف صغير اهداه له، قال له الشيء اللي تدربت من اجله جات وقته. وسي محمد بوعزة الله يرحمه هذاك المصحف دائما عنده في من ثم اتصل في هذاك الوقت مع بن بلة. بومدين دخل على الغرب الباخرة، وهو دخل على الشرق، طبعا وصل حتى استشهد في معركة من المعارك، يعني في سنة 58. ها نذكر مثلا هذا، يعني واحد ما يتكلم عليه حتى في الجهة نتاعنا هذاك، يعني ما يتكلموش عليه، ما كانت حتى تسمية عليه، يعني باش نذكر باللي. وعلى هذا اللي كثير من الأسماء، كثير من اللي باقية يعني في مجهولة الأسماء نتاعها، وهما شهداء وشهداء عظماء يعني مش. وعلى هذا اللي الفترة هذه اللي تاع هذه المرحلة هذه تخلينا على كلين باش من الناحية التاريخية نعطي كل أهمية، لأن لما نقري ولادنا في التاريخ ونركز على التربية نتاعنا تاع ولادنا باش يقراو تاريخنا، باش يعرفوا العظامة تاع الثورة والعظامة تاع بلادهم، ويتسلحوا في نفس الوقت، تكون عندهم أسلحة قوية باش يقدروا يدافعوا عن البلاد، وباش يقدروا يخدموا البلاد هذه.
لازم نرجعوا يعني للتربية لأولادنا، لأن المستقبل بتاعنا هو أولادنا. بالأمس كنت تلاقيت مع زاروا المجلس الأعلى للشباب، زار مجلس الأمة، قلت لهم انتم الغنى نتاع الجزائر، vous êtes la richesse de l'Algérie في الحاضر وفي المستقبل من كل الجوانب، لأن احنا اليوم رانا في 47 مليون، في سنة 62 كنا 8 ملايين، يعني تقريب 46 مليون جزائري اللي زادوا من بعد الاستقلال. عندنا بالك مليون ونص من الرعيل اللي رانا بدلوا اللي ما زالوا حيين. وعلى هذا اللي المرحلة اللي رانا فيها عندها أهمية كبيرة، لأن أولادنا هذو اللي زادوا من بعد الاستقلال ما عاشوش، طبعا طالعوا كذا ولكن موش كافي، لازم يكون عندهم أسلحة أكثر من هذا باش يتسلحوا أكثر، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية السياسية. احنا اليوم الجزائر والحمد لله كما قلنا باللي من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية احنا أحرار سياسيين واقتصاديين، لأن واحد ما يسألنا ما عندناش مديونية، كشي بلاد ما عندهاش مديونية، كل بلدان عندها مديونية، الجزائر ما عندناش مديونية، لما ما تكونش عند واحد ما يقدر يملي عليك. الاقتصاد اللي رانا نبنيو فيه اقتصاد حقيقة نتاع المستقبل في كل المجالات، بالخصوص القوانين الجديدة اللي صدرت في هذا الميدان هذا اللي تعطي لا للداخل ولا للخارج نتاع الاستثمار في الجزائر. اليوم الشيء اللي المنشآت القاعدية، خروج تاع الرئيس البشار أخيرا، السكة الحديدية، المناجم، مياه الشرب، ليستاسيون تاع المياه تاع الشرب، تحليل مياه البحر، قال كما قال الرئيس نهار اللي دشن قال 1 2 3، كي دشن المحطة الثالثة زدت له أنا قلت 45 45 لأن كي نقول خمسة في عيونهم هذا الحمد لله اليوم وصلنا لهذا. وعلى هذا لازم من الناحية التاريخية يبقى الواحد مربوط بهذا تاريخنا ومربوط وعلى كل نظن باللي بالك يعني شيء كافي، ولو كان عندي حاجات كثيرة اللي ما نقول بالك تكون مناسبات أخرى، ولكن هذه المناسبة هذه اللي خلاتنا على كل حال في هذا المكان هذا تاع الإعلام الجزائري، حاولنا كيفاش نوصلوا هذه الكلمات هذه اللي عندها أهمية في الحياة اليومية نتاع المواطن وفي الكرامة نتاع المواطن، وفي الواحد يبقى دائما راسه مرفوع لما يتكلم على تاريخنا ويتكلم على القضايا، دائما الإنسان مرفوع. ومرة أخرى شكرا وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم.
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار هاماتنا هكذا مرفوعة. سيد صالح جوجيل، وأنتم المجاهد أيضا من الرعيل الأول الذي نفتخر به. شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة التي نعتبرها وثيقة تاريخية مرجعية ولحظات تاريخية تجمعنا وإياكم في رحب هذه القاعة لعيسى مسعودي الذي يعد رمزا تاريخيا. أيضا نشكركم مرة أخرى، وكما قلتم الثورة التحريرية لم تكن بزعامات وقيادات ولا لون سياسي بالدرجة الأولى، احتضنها الشعب وها نحن صامدون نواجه التحديات العديدة. وملف الذاكرة سيكون أول ملف نفتح حوله نقاش. أحيل لك الخط زميلي عبد القاسم. شكرا أمال. قبل الذاكرة استسمحكم، أريد فقط رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل المجاهد الكبير تحدثت عن نقاط مهمة جدا. أنا بودي قبل أن أطرح سؤال عن الذاكرة وأنا أحضر لهذا اللقاء سيد صالح جوجيل، قرأت بأنك كان في عمرك 14 سنة وتقريبا 4 أشهر منذ اندلاع تلك المجازر أو ارتكاب فرنسا لتلك المجازر في 8 ماي عام 1945. تحدثت عن نقاط غاية في الأهمية ربما يفتقد إليها الكتاب والمؤرخون. أريد أن أسألك كجيل جديد، هل سيكتب المجاهد صالح جوجيل مذكراته ومتى؟ حقيقة هذا موضوع مطروح دائما، يعني مطلوب يعني مدة، وهذا الشيء اللي راني نحضر فيه إن شاء الله منا عن قريب إن شاء الله، منا عن قريب مع الإخوة حضروا، لأن حتى مليح الواحد الذاكرة هذه والتاريخ هذا لازم تكون شيء مكتوب، ولكن نكتب موش باش نسمح للتاريخ باش تكتب أكثر فأكثر. لما نكتب باش نوله وننبه باش نزيد نعمق أكثر فأكثر في تاريخنا. طبعا. وحقيقة هذا الشيء في المستقبل إن شاء الله. هذا سكوب يعني بالنسبة للإذاعة الجزائرية. قريبا المجاهد صالح جوجيل يكتب مذكرات. لا قريب إن شاء الله، قريب إن شاء الله، رانا في طريق عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله. لأن مع الإخوان رانا، هو في الحقيقة مش سهل مع العمل ومع الواحد باش، لأن أنا في الحقيقة ما كتبت حتى الآن، لأن من 62 وأنا في المسؤولية، والحمد لله رب العالمين الصحة ما زالت، يعني عديت في القاعدة، في الولايات، في الوزارة، في الحزب، يعني نشاطات كثيرة. وفي الأخير هذه 12 سنة في مجلس الأمة، وقبل 5 سنوات أخرى كنت في المجلس. ما كانش عندي وقت يعني باش الواحد يتفرغ لهذا العمل هذا التاريخي. اليوم على كل حال بالمناسبة هذه وجودي في مجلس الأمة اللي بالك زادت هذه المسؤولية هذه في مجلس الأمة، أعطت لي أيضا أشياء كثيرة. هو في الحقيقة لما نتكلم مع ذاك بالمناسبة هذه ما تكلمناش عن الخارج، ما تكلمناش عن الجزائر في الخارج، وما تكلمناش على الهجومات هذه على الجزائر من الخارج. صحيح. وهذا الإعلام هذا اللي راهو نشن ضد الجزائر في القنوات الفرنسوية، مع يعني الشيء اللي ما كناش ننتظروه من قبل، ولكن احنا رانا مستعدين باش نواجه كل هذا الاستعمار، لأن الاستعمار مازال ما خلاش في فرنسا، مازال موجود في فرنسا، ماهوش من خلال الأشخاص ولكن من خلال الوراثة نتاعهم. العقلية نتاع الجزائر الفرنسوية ما زالت موجودة في الأحزاب الفرنسوية. واليوم الجزائر أصبحت كعنوان للدعاية الانتخابية تاعها، طموحاتهم الانتخابات الراهي جاية يستعملوا الجزائر، ولكن احنا رانا جاهزين باش نواجه كل هذا، ونواجههم بكل حق، لأن الوضعية نتاعنا احنا اللي عندنا الحق. كما قلت الحق يعلى ولا يعلى عليه، والصوت نتاعنا لازم تسمعوه كل البلدان. كما قلت أخيرا لما تلاقينا في اجتماع مع البرلمان العربي في الجزائر،
واش قلت على في الأخير؟ نكون أم لا نكون؟ صحيح. نكون أو لا نكون، هكذا سيد صالح جوجيل. وملف الذاكرة ملف ثقيل جدا يقودنا للحديث مع زملائي على عديد المحاور. أحيل الكلمة أيضا لزملائي من القناتين. السلام عليكم. الزول الناس صالح جوجيل من جهة القرآن سقسي نبيلي الشاويث هذا سؤالي مباشر. يعني في الدور الثور سنة 1954 منزل نوفمبر دور الثورة، يعني ذيك سدوك جمعني جزائريين في جنوان يقابل البلان ان فرنسا كلان سرسيت البلان فرنسا ثلاث تخص توث المقومات الجزائر ثامنه الهويه اللغه الدين الاسلامي، يعني الثوار ما يزمرنا قبل البلانين فرنسا فيما يخص الهويه. صحيت شفتوا ثلاث شويثة ثلاث شويث. لا حقيقة يعني لما نشوف الاستعمار الفرنساوي قلت على كيفاش قلت اللي يخص مقومات الجزائر، يعني الثوار نقم يزمرنا قبل البلان فرنسا تقصد توث الهويه اللغه الدين، يعني فرنسا والتنغيشه برك القتيل وتساولا في الهويه. لا احنا درك التسليح نتاعنا في الحقيقه درك استنى راحت شوف المقومات نتاعنا. احنا في الثوره ما كانش عندنا يعني قال ما كانت عندنا لا امكانيات، ما كانت عندنا كذا امور ما كانتش سهله، ولكن القيم نتاع الثوره والقيم نتاع ذاك خلات تجمعنا. الشيء اللي ما عندناش حاولنا استرجعناه. هذوك في التاريخ نتاعنا لما نشوف الاستعمار تاع الجزائر يختلف على كل الاستعمارات الأخرى، لأن الاستعمار تاع الجزائر استعمار استيطاني، إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب أوروبي ومسيحي. حتى الإسلام نتاعنا مستعمر. لما في 1905 فرنسا أخذوا القرار فصل الدين عن الحكومة، فصل الدين عن الحكومة، في الجزائر باقية الحكومة تسيطر على الدين. بن باديس الله يرحمه كان ينادي في المطالب نتاعو فصل الدين على الحكومة. المطلب نتاعو دائما فصل الدين على الحكومة، لأن في ذاك الوقت الخطبة نتاع الجمعة لما يلقيها الإمام الموظف عند الإدارة الفرنسوية يلقيها باسم المسؤول الفرنساوي، يعني السلطة الفرنسوية هي اللي تلقي الخطاب تاع الجمعة. وعلى هذا باش ينحيونا كل هوية تاعنا. لما نقول الشعب إبادة الشعب الجزائري، وحقيقة كانت إبادة. لما دخلت فرنسا لهنا من 1900 و 1830 في 1870 يعني 40 سنة بعد دخول فرنسا للجزائر. هذه 40 سنة ما زلت ما استولتش على كل الجزائر. داروا إحصائيات، قال احنا هذا الشعب هذا قداش راحوا. في هذاك الوقت كنا 8 ملايين 3 ملايين جزائر، هذه على حساب لي زارشيف تاع فرنسا. 40 سنة من بعد في 1910 عادوا داروا إحصائيات أخرى، صبحنا في 2 ملايين و900 ألف. 40 سنة نقصنا
ب100,000 ما زدناش. في 1950 الإحصائيات اللي تندارت في هذاك الوقت الشعب نتاعنا كان 6 ملايين. من 2900 صبحنا في 6 ملايين. يعني تشبه الإبادة حبست. لماذا؟ لأن في الحرب العالمية الأولى سنة 14 و18 وفي الحرب العالمية الثانية اللي جابتنا حتى ل 8 ماي 45 فرنسا حبست نوعا ما الإبادة، ولكن يخلفوها في 8 ماي 45. هذا الشيء اللي يعني الإنسان. جاوبت السؤال تاعك أخي لا بأس. ناس صالح قوجيل نزلوا تلاقي في أسن واسع يعني مثلا زمرتين الجيل نواسع جرى غادي يدوك اللي يقابل البلانات أسن واسع شو الجزائر معرضة لتهديدات يعني فيما يخص الهوية تاعها والآخر، يعني رسالتك للجيل الحالي. لا طبعا هذه سمعت هذه. احنا محضرين انفسنا في كل هذا. احنا رانا متسلحين معنويا سياسيا اقتصاديا عسكريا، رانا متسلحين دبلوماسيا باش نواجه كل الخطورات اللي تجي. هذه تخلينا على كل حال باش نكونوا حقيقة فخورين وفي نفس الوقت نكونوا يقظين. اليقظة مطلوب والحذر مطلوب والتوحيد الكلمة مطلوبة والجبهة الداخلية ضرورية باش نقدر نواجه كل التحديات. بارك الله فيك. مواجهة كل هذه التحديات فعلا. الزميل وليد سلمان تفضل. القناة الثالثة الإذاعة الوطنية الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية. Monsieur le Président, dans votre introduction, vous avez évoqué cette nouvelle architecture qu'on est en train d'imposer au monde et à laquelle il faudra s'adapter. Ce sont de grands défis. L'IOM, c'est la journée nationale de la mémoire. Mais c'est une mémoire qu'on voudrait vivante. Dans le sens où c'est une révolution algérienne qui s'est distinguée par ses principes. Souveraineté décisionnelle, collégialité dans la direction, des principes immuables par rapport aux grandes questions et, de par le monde. Je voudrais que vous rappeliez à cette génération et aux générations futures ce legs de la révolution algérienne et qui nous permettra bien entendu d'avoir une boussole qui nous aidera justement à relever les défis et à s'adapter aux gros enjeux de ce monde qui est en ébullition aujourd'hui. Là, actuellement, nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit, d'une situation de vigilance. Et en même temps, de voir les choses bien en face. Ils disent les choses clairement, sur tous les plans, de façon à ce que la conduite de chacun soit claire sur la... C'est vrai, الجزائر تحتاج في هذه المرحلة هذه أن نوضح المواقف نتاعنا، نوضح ولكن ما تبقاش فقط مسموعة فقط غير عندنا مثلا الجالية الجزائرية في الخارج عندها دور كبير. تسمع بالك الإذاعة هذه أكثر من الإذاعات الأخرى. ولا هنا الإذاعة اللي راهي باللغة الفرنسوية عندها دور كبير. وأنا نشكركم على كل حال لأن نتبع من حين آخر المواضيع اللي وبالخصوص لي كوريسبوندون اللي عندكم عبر العالم باش الصوت نتاعنا يتسمع سي اترافير لا راديو اكثر بالك من لا تلفزيون. احنا رانا جاهزين في كل المراحل هذه اللي راهي جايه نقوم بالواجب نتاعنا ونحافظ على الهويه نتاعنا ونحافظ على تاريخنا ونحافظ ايضا على الشخصيه نتاعنا ونحافظ في نفس الوقت على المكانه نتاعنا ما بين الامم. احنا على كل حال ما كانش عندنا فرصة باش نتكلم على أفريقيا لأن أفريقيا هي القارة اللي رانا فيها. نتذكر فقط
أنا في مرحلة من المراحل قلت باللي الجزائر هي أفريقيا وأفريقيا هي الجزائر. وهذه يعني nous sommes un passage obligé surtout pour les pays européens vers l'Afrique. Géographiquement, économiquement, politiquement et militairement. احنا الحمد لله الجزائر راك تشوف العمق نتاعها والاسباس نتاعها. احنا رانا عندنا 7500 كيلومتر حدود تاع الجزائر مع 7 دول، زايد 1200 كيلومتر حدود مع البحر الابيض المتوسط. وعلى هذا اللي يعني المكانه نتاعنا والمسؤوليه نتاعنا عندها اهميه كبيره. لما تكون عندنا حدود مع 7 دول، اخذ مثلا تونس، ليبيا، النيجر، المالي، موريتانيا، الصحراء الغربيه، المغرب، زائد الامير الميديتراني، امامنا اوروبا. والعمق نتاعنا هي افريقيا. هذه ثاني لازم، هذه مسؤوليه كبيره. غير من الجانب هذا عندنا الجزائر عندها مسؤوليه كبيره في هذا، وهذه داخله في الاستراتيجيه نتاعنا. الدبلوماسيه نتاعنا تاخذ من هذا. حنايا جانب اخر اللي عنده كل اهميه، بالك ما نتكلمش عليه كثير، هو عدم الانحياز. احنا ما ندخلش الشؤون الداخليه نتاع الناس، وما نقبلش باش الناس تدخل الشؤون الداخليه نتاعنا، ولكني في نفس الوقت ما ننتمي لاي جهه. انا نتعامل مع امريكا كما نتعامل مع روسيا، كما نتعامل مع الصين، كما نتعامل مع اوروبا، ولكن بالاحترام المتبادل. بالاحترام المتبادل. لوناليمون الجزائر زعمت واحد الوقت كان، ولكن شكون مازال في ان بي نون اليني؟ الناس الكل ولات اليني، الجزائر بقات نون اليني. هذه هي الحقيقه. كي يعود على كل حال الجار المروق يتكلم على عدم الانحياز ويروحوا يتكلموا لونانيمون. منين جاك لونانيمون هذا؟ كاين شي بلاد اللي قد المروك وبلدان اخرى ايضا. وعلى هذا اللي نبقاو. واليوم لونانيمون في المرحله اللي رانا فيها عنده مكانته، عنده حتى لو كان يتغطى بحاجات كثيره، ولكن يبقى هو الصح. هو الصح. هذا البلدان الجنوب بصفه عامه يحتاج هذا الاتجاه هذا تاع عدم الانحياز. واش دخلنا احنا في المشاكل؟ احنا لما نكون عدم الانحياز تسمح لنا باش نقولوا الحق. درك يعجب ولا ما يعجبش هذيك حاجه اخرى. وحنا لما ندافع على شيء ندافع به كل المهم. على كل سيد صالح بوجيل، وعلى ذكر العمق الافريقي الذي تحدثتم عنه قبل قليل، عديد الدول الإفريقية اليوم في مؤتمر احتضنته الجزائر تماهت مع طرح مهم جدا، وهو تجريم الاستعمار، وهو في غاية الأهمية، والبرلمان الجزائري بادر إلى ذلك أمام ما يحاك ضدنا الآن في العلن من ما وصفتموه يعني في تصريحاتكم المختلفة من أحفاد المعمرين. سيد صالح بوجيل. لا، هو درك احنا معروف هذا. احنا وعلاش اليوم فيه هجومات من جهة لأننا متمسكين بالذاكرة تاعنا، متمسكين بتاريخنا، بالحقائق نتاع الاستعمار الحقيقية. ما يكذبوش علينا، لأن اليوم راهم يكذبوا، بصح لما يوصلوا الجزائر ما يقدروش يكذبوا علينا.
وما ننتظرش دروس منهم. وعلى هذا اللي يعني مع البلدان الإفريقية اليوم ناخذ مثلا الوضعية اللي راهي موجودة في الساحل، ما هي أسبابها حتى نوصل للوضعية نتاعها الحالية؟ هو الاستعمار، لأن الاستعمار ما خرجش من عندهم، لأنه يكون لازم باقي. احنا في الجزائر ما كانش. احنا الحاجة الأولى في الجزائر بعد الاستقلال كنا على يعني أثر باش نمشي كيما أفريقيا، ورفضناها من البداية. احنا قعدنا 5 سنين من الاستقلال، صحيح استقلال سياسي درابو كذا، ولكن ما هو المفهوم نتاع الاستقلال؟ مش في عام ولا عامين فقط. في ذاك الوقت فرنسا كي خرجت التنظيم الإداري كان لي بريفكتور لي سو بريفكتور، البلدية ديليغاسيون سبيسيال، الاقتصاد كله في يد المعمرين، كل الاقتصاد في يد المعمرين. قال أولا وقبل شيء صحح دابور الهياكل تاع الدولة. كي صححنا من بعد 5 سنوات فتنا في ذاك الوقت إلى مرحلة لبناء الدولة الجزائرية، والبناء تاع الدولة الجزائرية دام 10 سنوات، من 67 حتى 77. 67 انتخابات البلدية، قانون البلدية، شارت الكومين. عامين من بعد كود دو ولاية، شارت دو ولاية. في 75 شارت ناسيونال، 76 كونستيتيسيون، 77 الانتخاب الأول مجلس الشعبي الوطني اللي ترأسه بيطات الله يرحمه. من 67 ل 77 10 سنوات بس استكملنا البناء تاع الدولة. ولكن ما بقيناش فقط في هذا المجال تاع البناء تاع الدولة، في نفس الوقت نحررنا الاستقلال الاقتصادي تاعنا، وبدينا مارج تاع البناء تاع الدولة في 66 تعميم المناجم، من بعد جاء تأميم البنوك، من بعد تأميم الشركات تاع فرنسا كلها من جملتها بيرلي والشركات الكبيرة كل كانت عند فرنسا، وانتهت بالتأميم البترول والغاز في سنة 71. شوف يعني ما هكذاك برك خرجنا وقال داير ولا راحت حكومة وجات حكومة ولا هذا هو هذه هي لا فيزيون، هذه هي لا فيزيون. ولكن من جهة أخرى نشوف ما هي الأسباب اللي خلات هذا لا مارش هذه كي تيسنت بور اتر رومي اون كوز في مرحلة من المراحل. نعم. جات في وقت لما فتحنا التعددية لأسباب تعددية، ولكن ما اعطيناش المفهوم الحقيقي للتعددية. وهي محطات يعني هذه هي المحطات اللي باقي نعيشوا فيها ولا. تفضل. سيد صالح قوجيل، اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى أهمية بالغة لملف الذاكرة وجعله على رأس أولوياته المحددة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، لكن أنتم كيف تنظرون لملف الذاكرة خاصة في هذا السياق سيد صالح قوجيل الذي تعرف فيه العلاقات بين الجزائر تمر فيه بأزمة مستمرة، وخاصة بأنه هناك لوبيات فرنسية خاصة لليمين المتطرف الذي أصبح يساوم الجزائر أو يحاول أن يبتز الجزائر بملف الذاكرة سيد صالح قوجيل؟ لا درك شوف الواحد يفرق ما بين لما نعرفوا رواحنا وشكون احنا، ما يهمناش في الغير. لما يتكلموا احنا ايضا نتكلم واحنا نجاوب.
وكل الاشياء اللي راهم يطرحوا فيها حاليا كل غالطين، ما همش في الواقع. لينا ما فهموش وما حبوش يعترفوا بالاستعمار بتاعهم لهنا في الجزائر. كيفاش كان الاستعمار في الجزائر؟ لما يتكلموا على حرية التعبير وحقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق كذا، وين كانوا هما قبل؟ طبقوا هالاشياء هذه عندنا في الجزائر؟ وعلى هذا نو نافون اوكان كومبلكس، وحنا رانا نجاوب فيهم بعدة طرق، ولكن احنا نتصرف كدولة ماناش تاع تهريج. لأن هما حرية التعبير عندهم هو حرية التهريج. تهريج نابورت كوا نابورت كومون. كي تشوف الناس يحضروا تقول هل هذه فرنسا كانت مسؤولة علينا؟ هذه فرنسا كانت مستعمرة الجزائر؟ شوف هذا المستوى اللي وصلوا ليه، وهما مشاكلهم راهم غارقين. باش يغطيوا المشاكل الداخلية نتاعهم لقاو الطريقة يتكلم واحد على فلسطين قال له أنتي سيميت، راك ضد اليهود. لما المظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو تقريبا كل يوم في المدن الإسرائيلية، كان شي تلفزيون في فرنسا تكلمت عليها، بل حتى هما راهم يديروا مظاهرات أنتيسيميت. كيفاش هذا؟ الشعب الإسرائيلي يحتج على، وعلاش ما تتكلمش عليها؟ ما كانت حتى تلفزيون في فرنسا تتكلم عليها. Monsieur le Président, je voudrais revenir justement sur l'aspect économique que vous avez évoqué. Quand on met une carte de l'Algérie, celle de l'investissement économique, on trouve le minerai et le rail à l'est, le minerai et le rail à l'ouest. Le sud, c'est pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. C'est une ceinture de souveraineté économique qui fait face d'ailleurs à une ceinture de feu. Est-ce que c'est cette politique, cette vision, pour reprendre vos propos, globale et intégrée qui fera le socle de la préservation de notre souveraineté, d'autant plus que ça intervient à un moment, mon ami l'évoquait, de crise avec les nostalgiques, ou une France nostalgique d'une Algérie colonisée, bien sûr un souvenir révolu à tout jamais. Et quand on sait que la France d'aujourd'hui, il y a un prélèvement de prêts de 1 milliard d'euros chaque jour. Les économistes français l'admettent, c'est un pays en faillite. لا هو دروك لا سيتياسيون فينونسيير تاع فرنسا معروفة، يعني سي دو سيتياسيون تري كريتيك. ولكن الشيء اللي يهمنا حنايا لما نتكلم على هذه المشاريع هذه تاع التنمية في الجنوب، السكة الحديدية، المنشآت القاعدية، هذه هي القوة تاعنا، هذا هو الاستقلال تاعنا، الاكتفاء الذاتي. لما ما نستوردش الشيء اللي رانا ناكلو كيما القمح، والحمد لله السنة الحمد لله عند ربي الأمطار هذاك راهي صار الله العام عام خير السنة. يعني كي تعود الماكلة نتاعك تجيبها من الخارج وتشريها من الخارج، واش من الاستقلال هذا؟ هذا هو الهدف باش الاستهلاك نتاعنا والحاجيات نتاعنا تكون وطنية، حنا نتحكموا فيها. اليوم الحمد لله بكل هذه المشاريع هذه الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة. قبل كنا نصدر، كنا ما نصدرش، اليوم رانا نصدر في الخارج. كنا السيما نجيبوه فيها من الخارج، كنا الكراج تاعنا نجيبوه من الخارج، اليوم رانا نصدر السيما للخارج ونصدر الكراج للخارج.
هذه هي النتائج يعني طبعا تحتاج تدعيم، تحتاج الفهم، وتحتاج الوعي السياسي أيضا، تحتاج الوعي السياسي نتاع كل المسؤولين. احنا اليوم الشيء اللي راهو مطلوب، وبالك يعني من هذه نختم بهذا، هي الثقافة نتاع الدولة. لازم تكون عندنا ثقافة نتاع الدولة، مش للمسؤول فقط، المسؤول من الواجب نتاعو تكون عنده ثقافة نتاع الدولة، ولكن من المواطن أيضا تكون عنده ثقافة نتاع الدولة، والصحافي تكون عنده ثقافة نتاع الدولة باش يقدر يفرز ما بين الدولة وما بين الحكم. الدولة نتاع الجميع، elle appartient à tout le monde بالمؤسسات نتاعها، هذا هو السوكر. يبقى الحكم يتغير من مرحلة إلى مرحلة حسب الرغبات نتاع الشعب، ولكن الدولة تبقى. هذا الشيء يعني المفهوم اللي لازم يكون عندنا كلنا. لما تكون عندنا ثقافة نتاع الدولة، كل واحد يعرف منين تبدا المسؤولية نتاعو وين تحد. واحد ما عنده مسؤولية مطلقة، قال تبدا منا تحد لهنا، لما تحد كاين واحد اخر اللي ياخذ مساحة، وهكذا نتكامل كلنا في خدمة البلاد وفي خدمة الوطن. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا سيد صالح جوجيل المجاهد ورئيس مجلس الأمة. وكما قالها رئيس الجمهورية بين الماضي والأمس، اليوم نحافظ على استقلال من نوع آخر، استقلال سيادة القرار السياسي والاستقلالية سيادة القرار الاقتصادي أيضا. نشكرك سيدي الفاضل المجاهد، وأنتم من رعيل الثورة التحريرية المباركة، ونتشرف بحضوركم معنا اليوم. وقبل أن نختم ندعوكم سيدي سيد المجاهد صالح جوجيل إلى التوقيع على السجل الذهبي للإذاعة الوطنية. هذه اللحظات التاريخية أيضا التي ستكون بما أردتم أن تخطوه هكذا سيد صالح جوجيل، ليبقى للذكرى والتاريخ وتوثيقا للإذاعة الجزائرية في هذه اللحظات، وأنتم أحد الشهود على انتصارات الثورة الجزائرية وكل مراحلها. وندعو رئيس ديوان مجلس الأمة السيد عيسى بورقبة لقراءة ما خطه من كلمات إذن توثق هذا اللقاء التاريخي الذي خصه المجاهد السيد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة في السجل الذهبي هكذا للإذاعة الجزائرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاضل المجاهد السيد صالح جوجيل، السيد المدير العام للإذاعة الوطنية، أعلام المشهد البرلماني بمجلس الأمة، السيدات والسادة شهود المشهد الإعلامي التلفزي والإذاعي في الوطن، السلام عليكم. وقع السيد المجاهد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة اليوم الخميس 8 مايو 2025 بمقر الإذاعة الجزائرية على السجل الذهبي للإذاعة، وذلك على هامش حلوله ضيفاً في الندوة التاريخية التي أقامتها الإذاعة الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 80 لمجازر 8 مايو 1945. وفيها كتب المجاهد صالح جوجيل: تملكني شعور جارف وأنا أحل بينكم ضيفاً، والشعب الجزائري قاطبة يحيي اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 80 لمجازر 8 مايو 1945. وإنه ليشرفني أن أتوجه إلى السيد المدير العام للإذاعة الوطنية وإلى القائمين على هذه المؤسسة الإعلامية المرموقة العتيدة والصرح الجواري المشهود له الوازن بتشكرات الجزيلة، راجيا لكم أجمعين موصول السداد والتوفيق. إن الناظر في أحوال الشعوب ماضيها وحاضرها
وإن كل قلب يعقل وعين تبصر وعقل يفقه يتتبع حوادث العالم بسرائها وضرائها ويخوض في تواريخ الأجيال الماضية، يشهد بما لا يخفى إلا على بصيرة كمهاء أن الشعب الجزائري في ذاك اليوم المشؤوم الخالد في الأفئدة والنهى والشاهد على فظاعة مستعمر غاشم قد تعرض إلى الإبادة والتصفية والبطش والتقتيل مثلما كان الحال طوال الحقبة الاستعمارية الظالمة المستبدة التي زادت عن 1 عاماً كانت كلها ابتغاء إخماد جدوى وطنيته وغيرته على بلاده وعرضها وشرفها، فباءت كافة محاولاته البائسة بالخزي والخيبة. إن اليوم الوطني للذاكرة الذي كرسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجسد وفاء ليس بمنقطع من السيد رئيس الجمهورية وازع البلاد والقائم على شؤونها وشؤون شعبها، كيف لا وهو الذي يولي منذ توليه مقاليد القاضي الأول في البلاد فائق العناية والرعاية والاهتمام لموضوع الذاكرة الوطنية، وينسج على منوال الآباء وآباء الآباء حرصاً منه على استذكار خلال وأخلاق المجاهدين المقدامين الأفذاذ المتسمين بمكارم الأخلاق والسجايا الطبيعية، الذين لم يتلونوا تلون الحرباء ولم يتقلبوا تقلب الدهر الخاؤون ولم يمرحوا عند اشتداء الأواء، حتى تكللت تضحياتهم وبطولاتهم باستنشاق نسائم الحرية وبنصر معزر مبين. أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. أسأل الله في عليائه الذي جعل لكل عمل جزاء أن يحفظ الجزائر ويصون شعبها الكريم. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية سامقة منتصرة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. المجاهد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة. وسيحفظ التاريخ هكذا هذه المحطة التي كانت من الإذاعة الجزائرية، وما خطوه هكذا من كلمات قوية جدا تبقى للأجيال القادمة. على ركح نادي عيسى مسعودي نشكركم جزيل الشكر. وقبل أن نختم هكذا ندعو السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية لهذا التكريم والهدية الرمزية التي تقدم للمجاهد هكذا الذي نفخر به جميعا، رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل. لحظات ستوثقها الإذاعة الجزائرية جيدا مثل ما وثقه السجل الذهبي للإذاعة اليوم. وهذا الكتاب هكذا لآخر إصدارات رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح جوجيل الذي يسلمه لمدير الإذاعة الجزائرية يحوي على نحو 6 محاضرات كانت منبرا لتوثيق آخر على مستوى محاضرات متعددة في منابر مختلفة. ونأخذ صورة جماعية هكذا تاريخية أيضا مع السيد صالح جوجيل المجاهد ورئيس مجلس الأمة. نشكر مرة أخرى زملاء الإذاعة الوطنية وليد سلمان، حمزة وجير على هذه
الأسئلة واللقاءات. نرجو الالتزام فقط بالأماكن حتى يغادرنا السيد جوجيل. شكرا جزيلا.